ممكن نتصاحب؟ انت اسمك ايه؟ انا عندي صحابي، مش بحب اصاحب حد جديد. خلاص ماشي، مش مشكلة. ايه يا حبيبتي، شكلك مش مبسوط ليه؟ عملتي ايه النهارده؟ مفيش يا ماما، كان يوم وحش وممل. ليه يا حبيبتي؟ انتي قاعده في المدرسه في وسط صحابك يعني، متضايقه ليه؟ ايه اللي حصل؟ صحاب ايه يا ماما؟ انا ما عنديش صحاب. معقوله يا ميرو كل ده في المدرسه ولسه ما عندكيش صحاب؟ ليه يا حبيبتي؟ انتي كنتي اجتماعيه، طب فين صحاب السنه اللي فاتت؟ يا ماما النهارده جيت اقول لواحده ممكن نتصاحب، قالت لي لا مش عايزه اتصاحب مع حد، صحابي بس اللي بكلمهم. بس دي قليله الذوق قوي، ازاي تقول كده لحد يعني؟ عموما كبري دماغك منها، ايه المشكله؟ هتقابلي كتير في حياتك. خلاص يا ماما، انا مش عايزه يكون عندي صحاب ومش عايزه اصاحب حد اصلا. طب فين صاحبتك رقية يا ميرو اللي كنتي مصاحباها السنة اللي فاتت؟ ده انتوا كنتوا صحاب قوي. فعلا يا ماما، احنا كنا صحاب، بس هي ما كلمتنيش. طب وانتي ما حاولتيش تكلميها يا ميرو؟ لا طبعا، بعد اللي حصل لي النهارده ده مش هكلم حد تاني. هو انتي عندك حق يا ميرو تتضايقي بسبب البنت اللي كلمتك بقلة ذوق يا حبيبتي، انا حاسة بيكي. بس ده مش معناه يا حبيبتي ان هي تعقدك اصلا من ان انتي تعملي صحاب. عارفة يا ميرو، انتي بتفكريني بيا وانا صغيرة برضو تعرضت لموقف شبه اللي حصل لك كده بالظبط. بجد يا ماما؟ ايه الموقف ده؟ كان اول يوم في الدراسة، البنت اللي قاعدة جنبي بسألها عادي كده اسمك ايه، متخيلها هترد عادي بمنتهى السهولة يعني، لقيتها ما بتردش عليا، تخيلي. معقولة يا ماما؟ طب انت عملتي ايه؟ طبعا اتضايقت جدا منها، بس قلت في بالي البنت دي ما تستحقش ان انا اكلمها، خلاص مادام انا بكلمها وهي مش مقدراني خلاص هشوف حد غيرها. وفعلا لقيت بنت جميلة كده طيبة ومؤدبة كانت قاعدة قدامي، وسألتها على اسمها ولغاية دلوقتي صحاب. عارفة بقى مين صاحبتي دي ميرو؟ مين يا ماما؟ طنط مي. وشوفي صداقتنا لغاية دلوقتي لسه موجودة. مش معنى ان حد اتعامل معاكي بقلة ذوق يبقى خلاص كل الناس كده، عادي اتعاملي، لو لقيتي ده قليل الذوق شوفي غيره. بقولك ايه، انت اسمك ايه؟ انا اسمي ميرو. ينفع تيجي تلعبي معايا؟ ماشي، انت اسمك ايه؟ انا اسمي سارة. بقولك ايه يا سارة، هو في مكان جنبك اقعد فيه؟ اه طبعا فيه، تعالي اقعدي معايا، انا حبيتك قوي. وانا كمان يا سارة حبيتك قوي. ماما انا جعانة قوي، انت خلصتي الغدا ولا لسه؟ ياه شكلك مبسوط قوي النهارده، تعالي احكيلي. عارفة يا ماما، أنا النهاردة اتصاحبت على بنت اسمها سارة، طيبة قوي وعسل كمان. بجد يا ميرو صاحبتك دي انتي حبيتيها؟ اه يا ماما حبيتها قوي وقعدت جنبها كمان. طب ورقية يا ميرو ما كلمتيهاش؟ اه يا ماما عادي بكلمها. شفتي بقى يا حبيبتي، لو كنتي اتعقدتي من الموقف اللي فات ده كان زمانك دلوقتي ما عندكيش صحاب. برافو عليكي، اتصرفتي بإيجابية. عارفة يا ماما، لما لقيتك حصل معاكي موقف زي كده قلت عادي اي حد يحصل معاه موقف زي ده. طبعا يا حبيبتي، وطول ما احنا عايشين في الدنيا هنتعرض لمواقف كويسة ومواقف وحشة، وهننقي الناس الكويسين بس اللي نصاحبهم، مش اي حد يا ميرو. اه يا ماما، يا سارة صاحبتي دي مؤدبة وشاطرة وبتسمع كلام مامتها وباباها. طب كويس، برافو عليكي يا ميرو ان انتي بتنتقي صحابك. طبعا يا ماما، مش اي حد صاحبه خلاص.